اي والله. مررت بقبر دارس وسط روضة عليه من النعمان 7 شقائق، فقلت لمن ذا القبر جاوبني السراء تأدب فهذا القبر قبر مفارقا، فقلت رعاك الله يا ميت الجوى وأسكنك الفردوس على الشهائق، فلو أستطيع زرعت حولك روضة وأسقيتها من دمعي المتدفقا، مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين الخلائق. دي واحدة ثانية. حكاية القصيدة هذه يعني؟ هذه حكاية طويلة. طيب واحدة مختصرة. هذه قصة عزيز وعزيز، يعني كانوا يحبوا بعضهما لما ما تعرف بالعشق. كانت تحبوا تشتيبه وهو ما يشتي واحدة ثانية. ما تم من جور الحب. عزيزة. القصيدة قالتها للمرأة والرجال؟ لا قالتها المرأة اللي كان يحبه. من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه أنواع الكلام فقال، وتجمع الإخوان فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا، إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال، إن الدراهم في المواطن كلها تكسي الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. صفى لنا الدهر والأيام قد بسمت وحقق الله في الدنيا أمانينا، وسعدنا تم والعقبى لكم سلفا غدا نهني الذي أمسى يهنينا، شرفتم من يرى في الوصل مقدمكم لا يكمل الوصل والفرح إلا في تلاقينا، نظرت عيني لحيني وزكى والجيل بيني من هذه تهنئة عرس صح؟ تحت ظل الجنتين. تهنئة عرس هذه. أيوة. سكب الماء عليه بأبارق اللجين، نظرت لي سترته فاض من بين اليدين، ليتنا كنت عليها ساعة أو ساعتين، تبدت فوصل البان في ليلة القدر مفككة الأزرار محلولة الشعر، فقلت لها ما الاسم؟ قالت أنا التي كويت قلوب العاشقين على الجمر، فقلت لها إن كان قلبك من صخر فقد أنبع الله الزلال من الصخر، فلا تكلمض من هيمان يهم بحبك، بات طوال الليل سمير النجم حتى يطلع الفجر. فجر صح لسانه. اسمعكم مغرب هذا شاهي؟ لا شاهي. اشرب الشاي. صوت عمل شوكة.